صباح الخير. النهارده هاخدكم معايا في يوم من حياتي كطالب في المانيا. لا اول مره نتقابل. انا اسمي محمد ابو زيد، انا بدرس ماجستير في مجال البايوانفورماتكس في المانيا، ودلوقتي انا بعمل رساله الماجستير بتاعتي في معمل بحثي في مستشفى جامعه هامبورغ في المانيا. النهارده انا صحيت الساعه 6:30 الصبح، لسه صاحي. بحاول بقالي فتره ان انا انتظم في الجيم، عشان كده بحاول ان انا اروح قبل ما انزل الشغل بدل ما اكسل وما اروحش خالص اخر اليوم. عملت كوبايه قهوه وحضرت حاجتي بسرعه ونزلت. الدنيا ضلمه زي ما انتم شايفين. الصبح في المانيا او الشتاء يعني في المانيا الصبح بيطلع متاخر جدا، والجيم اللي بروحه قريب من البيت، ودي ميزه يعني جامده جدا بتقلل نسبه الكسل ان انت ما تروحش الجيم خالص يعني لاقل معدلاتها. المهم أنا لعبت تمرين الظهر وباي، خدت دش ورجعت البيت وتوكلت على الله ورحت المعمل. الطريق بياخد له حوالي 25 دقيقة بالمواصلات، بقضيهم بتفرج على شوارع هامبورج الصبح والناس كلها رايحة الأشغال، وفي الطريق بسمع كتاب جديد اسمه 48 قانون للسلطة. الكتاب ده قديم تقريبا من أوائل الألفينات، من كاتب اسمه روبرت جرين، كاتب أمريكي. يعني لحد دلوقتي الكتاب ده حلو جدا وأنت بتسمعه في المواصلات، فبضيع وقت المواصلات إن أنا مركز في حاجة معينة. اول ما وصلت عملت كوبايه قهوه وقعدت اشوف العمليه اللي انا كنت سايبها شغاله من امبارح وصلت لحد فين. انا بشتغل في مجال البايوانفورماتكس، يعني معظم شغلي بيبقى على الكمبيوتر. بقعد اشتغل يا اما بشتغل في تحليل البيانات او جزء برمجه. انا لسه بادئ في المعمل ده بقالي حوالي 3 اسابيع، ما كنتش فاهم معظم الشغل. قضيت اول كام اسبوع بحاول افهم الشغل اللي هم بيعملوه، بعد كده دخلت في المهام اللي المدير بتاعي مديهاني ان انا المفروض اخلصها. المهم انا بقالي كام يوم يعني ماشي على خطوات واضحه، وكنت سايب حاجه شغاله على الكمبيوتر من امبارح ولقيتها النهارده الصبح لسبب ما باظت. المهم قعدت اشوف ايه اللي حصل. بعدها على الساعه 10 قمت عملت فطار، وانا جاي افطر لقيت ان السيريال او الشوفان اللي انا باكله كل يوم ده خلص. نزلت السوبر ماركت اللي موجود جوه المبنى، ودي برده ميزه جامده جدا ان يبقى في سوبر ماركت قريب من الشغل، وجبت واحد جديد. بعدها قضيت اليوم كله تقريبا بكتب كود، بقف في حاجات وبحاول اصلحها، بسال الناس اللي معايا في المجموعه البحثيه علشان هم عندهم خبره اكتر مني، رغم ان هم بيكتبوا يعني بلغه برمجه مختلفه عن اللي انا بكتبها. بس يعني بسال في حاجات ليها دعوه غالبا بالباك جراوند بتاعت الداتا اللي انا شغال عليها او المعلومات الكبيره اللي انا شغال عليها. المهم على الساعه 1 قمت اتغديت. بعدها كان عندي اجتماع مع مديري، كنت عايز اوري له الحاجات اللي انا وصلت فيها عشان يشوفني انا ماشي صح ولا لا. قعدنا حوالي ساعه الا ربع تقريبا. بعدها قعدت اطبق الحاجات اللي هو قال لي عليها لحد ما الساعه جت 5، لميت حاجتي وروحت. انا عارف ان انا ما اتكلمتش في حاجات كتير ليها دعوه بسير يومي، بس غالبا هتبقى حاجات متخصصه محتاجه حد يبقى يعني متخصص في مجال البايوانفورماتكس، وانا ما كنتش عايز يعني ادوشك بالتفاصيل دي. لو انت مهتم بالبايوانفورماتكس او مهتم بشكل عام بمجال تحليل البيانات، ممكن تقولي في الكومنتات، هعمل فيديوهات اكتر عن الموضوع ده. واتمنى الفيديو يكون عجبك، واشوفك في فيديو جديد.